ملي تسول له نفسه يعني يبقى يقول هذا قفطاننا، او لا هذا خيط الريح ديالنا، او لا حقا هادشي مقسوم. شوف انا كنقول لهم ان لم تستحي ففعل ما شئت. وزايدون علاش حنا غادي نعاودوا ونبقاو كنديوها في واحد الكيان اللي هو بالنسبه ليا مقاطعه فرنسيه. اش دخل مقاطعه فرنسيه في بلاد السلاطين؟ ولا تنقول فرق كبير ما بين الاخلاق ديال الملوك والاخلاق ديال المغاربه وما بين اخلاق الصعلوك. اسم هذه القطعة اسمها خيط الروح. خيط الروح أو الزروف الجزائري. ها هي تتزين بها المرأة الجزائرية في عنقها أو في جبينها. سأذهب معكم إلى فيديو نشرته اليونسكو على موقعها الرسمي، لأن هذه طقوس مدرجة على قوائم التراث. فالعروس ترتدي الشدة التلمسانية في الجزائر، من أجزائها خيط الروح. خيط الروح يتم ارتداؤه مع الكاراغو أو الغويط، وهو للطبقة الأرستقراطية. أود أن أقف عند تفصيل صغير جدا لفت نظري في هذا اللباس التقليدي. لو اقتربنا إلى هنا، هذا العقد الذي يرتدى على الرأس، إذا خرجت منه قطرة واحدة فالصبية عزباء، أما إذا تدلت منه 3 قطرات يعني الصبية متزوجة. إذا كنتم تذكرون صورة أصالة فكانت ترتدي هذا خيط الروح بقطرة واحدة، يعني أنها عزباء مع أنها متزوجة. هذه هي قطرة واحدة، لاحظتم؟ إن شاء الله بربي.